توقعاتك للماتش بكره ايه؟ ان شاء الله الاهلي هيكسب 5-0 ان شاء الله. 6-0 واحنا وراه حتى لو ما كسبش احنا وراه ده الكيان قلبي ودمي. ان شاء الله الاهلي هيحقق فوز عربي وقصير ان شاء الله. توقعاتي ان شاء الله باذن الله 3-0 للنادي الاهلي باذن الله. حتى لو ما كسبناش بس هيعمل ماتش كويس ويشرفنا ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه عندنا يعني ان المباراه تمشي، ان النادي الاهلي يلعب المباراه مثلا ممكن ما يكسبش الخمسه او السته بس اهم حاجه الاداء يعني يرضي الجمهور ان الاهلي يكون مشرفنا. ولصالتي وعدنا ان شاء الله الاهلي هيكسب بس انا راجل واقعي يعني مش هنصعد بس هنعمل ماتش كويس وهنصعد ان شاء الله يعني وهنكسب ان شاء الله. لو على ده ماتش امبارح ده الواحد مش متفائل يعني بس ان شاء الله يعني خير نحلم بالريمونتادا كلنا. ان شاء الله هنعدي يعني لو اقل حاجه هنتعادل 5 وممكن نوصل للبلد. هيكسب 6 او هيتعادل 5 وهنفوز بضربات الجزاء. الاداء بتاع امبارح ممكن ما يكونش مؤشر لحاجه؟ لا ملوش علاقه، ده حاجه وده حاجه الى جانب التغييرات اللي كانت في التشكيله ال7 لعيبه اللي كانوا بيلعبوا مره واحده دي برضو ليها علاقه، الى جانب بقى رجوع الناس بتاعتنا علي معلول والناس بتاعتنا، والى جانب اهم حاجه ان اللعيبه تكون في حالتها. واعتقد ان الجمهور اللي حصل ورئيس مجلس الاداره لما اتكلم معاهم محمود الخطيب يلا يا عم انا كل ده هيفرق كتير ان شاء الله باذن الله. الاهلي عشان يفوز بكره محتاج يعمل ايه؟ محتاج روح، محتاج نشوف الناس دي صور مثلا بيوصل لهم الناس دي بايت هنا من امبارح كل المناديل. والله هم لو اللعيبه فعلا هتلعب بروح زي ما بيقولوا ووصلوا لنا رساله الخطيب فهم ان شاء الله يحققوا حلمنا ويسعدوا ان شاء الله. اللعيبه يروحوا الجمهور ويشوفوا المعنويه ويشوفوا البهدله بتاعتنا، بيشوفوا البهدله اللي احنا فيها والشباب اللي بتاعنا والشباب اللي انت كفرد من الجمهور ايه اللي يرضيك في الاداء عشان تقدر تقول ان الاهلي حضر حتى لو ما حققش السكور؟ 4 ده اللي هيرضينا، غير كده مش هيرضينا حاجه ثانيه. يلعبوا بس يلعبوا ويأدوا يعملوا اللي عليهم. اهم حاجه انا احس ان النادي الاهلي واللعيبه بتاعت النادي الاهلي عملوا اللي عليها وادوا، ده يرضيني قوي ويكفيني. وممكن السنه دي مفيش، السنه الجايه ان شاء الله باذن الله وراه لغايه لما ياخدها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعني هنعدي ان شاء الله، بس ان شاء الله باذن الله نعدي السنه. احنا مش مستنيين النتيجه، احنا عايزين بس اللعيبه تحسسنا ان هم عملوا حاجه عشاننا مش اكتر. افريقيا مش هتروح بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح بالدم. يا عزيزي اديله عمري وبرضه هديك. اسألوا بيمشي السكة مش كتير، اسألوا بيمشي السكة مش كتير، اسألوا بيمشي 6 مش كتير اسأل بيمشي. It's a brilliant penalty, absolutely faultless.